صباح الخير يا صباح الهنا، ازيكم يا حبايبي؟ ح- كل سنة وانتم طيبين. تعال نبدأ النهاردة ونشوف فنادق امبارح طلع علينا بإيه. حبيت أنبه الحتة دي لما حطيت منشور يا بنات، أنا جايباه من القانون الفرنسي، يعني أنا ما بفتريش على حد، وانتوا عارفين أم يوسف بتجيب لكم الدليل من فيديوهاتها وبكلامها وبلسانها. قوي قوي، يعني في ممرضين، في اتسوانيانت، في ناس كتير واخدين اجازات وهم محتاجيني الفترة دي قوي في المستشفى. تمام. فانا كنت النهاردة في المستشفى من الصبح، بساعد المرضى وبنظف من تحت المرضى، وحطيت كمان للمرضى الاكل. فخلصت. سؤالي هنا لبنات أوروبا كلهم يجمعوا لي هنا ضروري ضروري، هل اللي بتخدم بتنظف في المستشفى هي اللي بتحط الأكل؟ طب وهل اللي بغير للمريض هو اللي بيغسل وبيكنس في المستشفى؟ يا نهار اسود، يا وليه يا كذابة، بتاعين النظافة غير بتوع الأكل غير بتوع الهلفة المساعدة. النهارده طول النهار في المستشفى، وانا الحمد لله والله العظيم سعيده جدا 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 جدا، والله سعيده قوي 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 قوي. بس عايزه اقول لكم والله سعيده. انتي سعيدة ولا هناء؟ ما تركزي يا ولي، هنضحك على بعض. سعيدة فين يا اختي؟ وبعدين انتي بتشتغلي يا حبيبتي عشان عليكي حكم، يعني انتي لا عاملة تطوع ولا هتسيبي بيتك ولا هتسيبي حالك، ده انتي بيتك ما انتيش عارفة تنظفيه. بتقول ان انت عاملة طيب، عاملة تطوع علشان في سبيل الله وفي سبيل فرنسا. تعالوا نكمل الافتراء والهبل. بحلف لكم بالله ان انا سعيده. بحلف لكم بالله ان انا سعيده. لما نعمل حاجه في سبيل الله وكمان يوم جمعه، يا سلام يا سلام. لما تعملوا حاجة ما باخدش ولا مليم من العمل التطوعي ده. أنا اللي اخترت أعمل حاجة في سبيل الله لفرنسا، لأني فرنسا خيرها عليا. ولما مرضت كتير واتصلت هي للبنات دي عقوبة وليس تطوع، وزي ما قلت لكم دي عقوبة وليس تطوع ليها خالص. وبقول لكم هي ورقها لفرنسا، ولما عيت فرنسا وقفت جنبها، ولما جاعت فرنسا أكلتها، ولما نفسها في بيت فأخدته من العواجيز في فرنسا عنتها. تعالوا نكمل. إسعاف أكتر من مرة، ما كانوش بيأثروا معايا، ما كانوش بيأثروا معايا في المستشفيات، ما أثروش معايا لما عملت الحادثة، ما بيأثروش معايا في الدواء والعلاج. الفرنسيين مش مخليني محتاجة أي حاجة. وقت ما مرضت وجالي الالتهاب الرئوي جالي الدكتور لحد البيت. لك على حاجة، في أوروبا بيكشفوا على الكلاب وعلى القطط وبعملهم برضو كويس، مش عشانك انتي عاملوكي كإنسانة فيبقى انتي خلاص، لا، ما انتي بتدفعي ضرائب يا اختي، ولا وانتي تبع التأمين الصحي يا اختي وبتدفعي له كل شهر برضو يا اختي. هترسمي الدور على الناس انت كل حاجة عندك ببلاش؟ انت قلت النفس اللي بيطلع منك بتدفع عليه ضرائب، ولا انتوا نسيتوا المقطع يا بنات؟ تعالوا نكمل. وكتب لي على دواء وكشف عليا لمدة ساعة. فطالما فرنسا بتديني وانا عايشة، فطالما فرنسا بتديكي اديله، ادي بشكل ودي بشكل ودي. وبعدين بدي اقول حاجه يا بني، هو يا اختي الدكتور كان بيفحصك فقعد ساعه يكشف عليكي ساعه؟ ليه؟ هو كان بيعمل منظار ولا كان بيعمل حاجه؟ ما انا مش عارفه اساعد ازاي. على فكره يا بنات، لما بيطولوا عند اي حد فهم بياخدوا اجر على كده من الحكومه ومن التامينات. فرنسا مش عايشة في بلد تانية. يعني لو كنت عايشة في اي بلد، في اي بلد تانية كنت هعمل العمل التطوعي ده في اي بلد هكون عايشة فيها. التطوعي بدأ في أول السنة الجديدة، وليه رفع قضيتين بدل قضية واحدة؟ وليه كل محامي دفعاله 5000 يورو؟ طيب وليه ما بدأتيش عمل تطوع من يوم ما سبت رضا وكنت عايشة الوحدة وعايشة الغربة، وهو نجيلك يمين تجيلنا شمال، نجيلك شمال تجيلنا يمين؟ يا ولي مثلا في دار مسنين، ابعت مثلا اساعد مثلا في علاج مرضى السرطان. ده اللي ممكن اقدر اعمله البلدي.
اما بما ان انا مش عايشه في بلدي وما اقدرش اعمل عمل تطوعي، يبقى انا عايشه في فرنسا، باكل وبشرب من خير فرنسا، وعايشه داخل فرنسا، عايشه من خيرهم. لا، هي بلدك مش محتاجاكي تصرفي على مرضى السرطان او تبني جوامع. مصر يا حبيبة قلبي مكتفية قوي قوي قوي، بتصرف على اهلك، بتصرف على اخواتك، بتصرف على عيلتك كلها. اوكي، روحي اسألي اخوك اللي شغال تحت الوزير، ها، في وزارة العدل، قولي له كده مصر مالها، بيقبض قد ايه، وحياته عايشة ازاي. فمش مستنياكي انتي تروحي تبعتي لمصر. مش خساره ان انا اعمل عمل تطوعي. انا كنت عايزه اعمل كمان اللهم صل على النبي، اتبرع بالدم. كنت عايزه اتبرع بالدم بتاعي، بس بما اني صحتي مش قوي، مستنيه بموضوع يعني التبرع ده بعدين ان شاء الله باذن الله اتبرع بالدم بتاعي. وكمان هتتبرعي بالدم؟ لا 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 لا، زغرتي يا بنات، هتتبرعي بالدم لمين يا وليه؟ ده انت خربها طينة، مرة تقولي بشرب ومرة سجاير. وصاحبتك اللي قالت يا اختي في المقطع اللي احنا لحقناه وخدنا منه لقطة، صاحبتك ماريا بتقولك انا بعت اجيب سجاير. فارحمي نفسك من الكذب يا اختي. ماشي، تعالوا بقى نكمل مع الست دي، تعالوا. فبس يا جماعه حبايبي، وانا راجعه عديت بس جبت حاجتين 3 وكلت في المستشفى. حتى كلت وكانت بيل بتكلمني. بيل كلمتني قلت لها، قالت لي بتعملي ايه؟ قلت لها انا في استراحه باكل عشان انا في المستشفى بشتغل. قالت لي ربنا يا رب يبارك فيكي ويسعدك. فكلمتني بيل وقت الاستراحه. انا اصلا بقفل تليفوني وانا يعني في العمل التطوعي، ببقى شنطتي اصلا ما بتكونش معايا، ببقى حطاها في مكان يعني في دولاب وقافله عليها بالمفتاح مع التليفون مع كله. بس وقت الاستراحه كنت جايبه معايا سندوتشين وكنت باكل. وكلمتني بيل، هم بيدوا اكل على فكره في المستشفى، بيدوا اكل فكرة بقى الكذبة مش سالكة معاك النهاردة، لان في المستشفى لا متطوعين ولا غير متطوعين، يا كدابة كدب الإبل. ده حتى اللي زاير مع المريض ما بياكلش ولا بيجي ناحية الأكل، ممنوع. بس كل اللي متسجل في المستشفى فقط للعيانين واللي شغالين فيها. بما انك عليك عقوبة مالكيش انك تاكلي هناك، بتخلصي وتطلعي. متطوعين ببلاش. بس انا كنت جايبه معايا سندوتشين النهارده، قلت مثلا احسن يكونوا مثلا عاملين اكل فيه لحمه انا ما باكلهاش او كده، او فراخ ما باكلهاش، اخد احسن معايا السندوتشات بتاعتي. لكن هم قالوا لي ان ممكن يقدموا لي لو انا عايزه اومليت، ممكن يقدموا لي تونه، ممكن يقدموا لي اكل يعني خضار سوتيه او كده. فشوف بقى المره الجايه لما اروح اشتغل يعني في المستشفى ممكن ما اخدش معايا اكل، بس لو عندهم خضار ليه؟ هم انت رحت سألتيهم؟ ما انت عارفة الموضوع، ما هو في فرنسا وفي أوروبا وفي كل حتة المسلمين ما بياكلوش اللحوم أصلا ولا الفراخ في المستشفيات، فبيسألوهم ايه البديل اللي انتوا عايزين تاكلوه، تونة ولا فراخ ولا خضار. فانت جبت دي في دي وقلت يلا مضرب كدبة كبيرة حلوة. ممكن اكل خضار، ممكن اكل زبادي، ممكن اكل فواكه كده يعني. فبس وانا قاعده برتاح رحت خدت شنطتي وخدت تليفوني، قلت اروح اشوف ايه الاحداث. لقيت والله وانا ماسكه التليفون بيل بتكلمني، فبتسلم عليا بتقول لي انت فين النهارده، ما عملتيش حاجه، ما نزلتيش حاجه. قلت لها يا بيل انا في المستشفى بعمل عمل تطوعي. ذكرتي بيل، طب ما قلتيش يعني ان قنوات بيل اتقفلت ليه؟ ومين اللي قفل لبيل قنواتها؟ ما جبتيش سيرة يعني. طب ما جبتيش سيرة ان بيل في باريس وما كلمتكيش اساسا لانها مش فاضية، بتتفسح هي وبناتها في باريس من قبل ضرب البومب، يعني من قبل. قعدت تدعي لي وكلمتني روزا. هنا كان بتتكلم على القطط، بتقول القطط زمانهم بيسألوا عليا، بيقولوا راحت فين الولية دي. ركزت يا بنات ان هي حاضرة معانا في القناة بتاعتنا، لان محدش قال ولية غيري. انتوا مش واخدين بالكم ولا ايه يا حبايبي حلوين؟ تعالوا نكمل يلا. راحت فين الولية دي؟ اول ما ارجع على البيت على طول احط لهم اكل.
انا بقى فرحانه قوي قوي ان هشتغل في دار مسنين مع كبار السن. ياه بعشق كبار السن. كده يبقى عندي كام بيت بفرنسا تاني. هاي هرجع اشتغل مع كبار السن عشان ايه؟ اخد بقية البيوت. انا عايز اخد كل بيوت العواجيز. ما تعرفيش ام يوسف يا اختي، لان قناة ام يوسف دايما عايشة على الحقائق وبتجيب لهم المصادر من اماكن موثوق فيها. انت هتروحي تعملي في دار المسنين صح، بس كل اللي في دار المسنين ما عندهمش بيوت يا فوزية، يا كدابة يا مفترية، بتضحكي على الناس وتقولي لهم هروح اخد بيوت العواجيز كلهم. يا شيخة، ده انت خدتي بيت الطيار واتحليتي بيه وقعدتي ببناتك، واخدتي البيت بتاع جنو من اولاده وقعدتي في بنتك ودلوقتي مأجراه. اما دار المسنين فاللي بيبقوا قاعدين فيها ما بيبقاش لهم بيوت، بيبقوا كانوا قاعدين بالايجار وولادهم كبروا وشافوا حياتهم فبحطوا اهاليهم في دار المسنين، يعني دار الرعاية حتى الموت. تعالوا نكمل. اقتلهم. اقتلهم واخد بيوتهم. تخيلوا بقى مسنين. رجاله وستات. هخلي كل واحد يمضي لي على بيته. هو احنا طلعنا مع جانو وقلنا جاري كتب لي بيته، ولا طلعنا عملنا فيلم الندم اللي حصل مع الطيار وانتي معاه؟ جبت بناتك ازاي؟ خدت بناتك وسبت ابو بناتك وطفشت عند الطيار، هو اللي عمل لك الاوراق زي فيلم الندم بالظبط، وطلعت على جانو فيديوهين تقولي جاري باع لي بيته. لكم بعد نهايه الخدمه يمكن ب20 30 بيت. بس انتوا قولوا يا رب. هخلي كل واحد يمضي لي على بيته. امال انا رايحه دار المسنين ليه؟ ما عشان اخد بيوت الفرنسيين. فاضل كذا بيت هنا ما اتاخدش. فاضل بيوت كتيره دي عايزه الم كل القرف ده. حكيتك الصفرة فضحتك، لان لما بتضحكي الضحك الهستيري الهبل اللي انت بتهبليه، فاذا انت وراكي حقايق احنا قلناها ومتاكدين منها وانت حابه تخبيها ورا الضحكه الصفرة. علما يا بنات اللي في دار المسنين زي ما قلت لكم ما عندهمش بيوت نهائي، تبقى زي ما قلت لكم ايجار ويروحوا دار الرعايه. ان شاء الله يا رب يا رب. بس والله يا جماعه تعبت النهارده. ظهري اقسم بالله العظيم ظهري متقطع على 100 حته. بس اللي وحشني اول حاجه انتوا، وحشني شنا ورمسيس قوي 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 قوي. ووحشني ويلي جبت له فراخ، جبت له فراخ مش حلال. انا عديت اصلا على السوبر ماركت خصوصي عشان اجيب لي عشاء واجيب لي ويلي فراخ. هنا اللي بيستهتر بالدين الاسلامي لما بتذكر لكم ان هي بتجيب لي ويلي فراخ مش حلال. هو احنا من امتى عندنا الكلاب فيهم بياكل حلال ولا بياكل حرام، ولا هو مسلم ولا مسيحي؟ ما تلمي نفسك يا ولية وتحترمي دينك واحترمي سنك بدل ما هزقك. والله العظيم عايزة حد فعلا فعلا يطلع يهزقك لانك انسانة وقحة. بس يا حبايبي انا عايزه اقرا شويه. فهمت العقوبة اللي هي تعاقبت بيها ايه ولا ما فهمتوش؟ اولا علشان السن، ثانيا علشان هي رضيت بالعقوبة انها تخدم في 2 دار رعاية، المسنين والمستشفى، فدي بتبقى المحامي اللي جايب لها العقوبات دي عشان هي تنفذ. انا ممكن اشتغل ايام يوم كامل وممكن اشتغل ايام نص يوم. يعني في ايام ممكن اشتغلها نص يوم، ممكن اشتغل من بدري، ممكن اشتغل مثلا من الصبح من الساعة 7 صباحا او 6 صباحا لحد الساعة 11. وفي ايام ممكن اشتغل اليوم كامل على حسب انا عايزة ايه. هما مش هيغصبوا عليا حاجة لان انا بعمل عمل لله، فمش هيغصبوا عليا حاجة. هما يدوني بس الايام اللي انا ممكن اجي فيها ويا اما اقعد طول النهار لو عايزة او بالاتفاق معاهم. يعني النهاردة انا قلت اقعد طول النهار مزاجك انتي محدود لك كم ساعة في الاسبوع
تقضيهم. فاللي على مزاجك انك تقضي اليوم كامل او تقضي نص اليوم، المهم في نهاية الاسبوع وانت بتمضي وانت داخلة وانت طالعة يحسبولك كم ساعة قضيتيهم في الاسبوع في المستشفى. فهو مش عمل تطوعي ولا حاجة، هي عقوبة ولازم تنفذيها بالساعات. بناتي فرحانين جدا، قالوا لي يا ماما دي خطوة جميلة جدا انك ترجعي يعني تشتغلي مع المرضى وتعملي حاجة في سبيل الله. وبناتي فرحانين جدا، بالعكس ده بناتي بيقولوا لي يا ريتك تسيبي اليوتيوب وتشتغلي الاسبوع كله تطوعي مع المرضى. تصدقوا بقى، يعني بناتي عايزين اشتغل على طول تطوعي مع المرضى واسيب اليوتيوب. يوتيوب اصلا يعني ما بقاش يجيب ارباح، بس انا قاعده والله عشان خاطر حبايبي. والله بالذمة بناتك قالوا لك سيبي اليوتيوب لانك فضحتيهم في الدنيا وما عندكيش كرامة، وفي نفس الوقت بناتك قالوا لك روحي العمل التطوعي. يا نهار اسود، انت تسيبي اليوتيوب؟ امال الفلوس اللي بتيجي من اليوتيوب دي وبتتصرف على بناتك اللي قاعدين ما شفناش لواحده فيهم شغله ولا مشغله، يروحوا فين؟ ما اقدرش اكدب عليكوا انك انسانه كذابه. يلا نكمل. اللي بيجيبوا لي اليوتيوب بسدد بيه قرض الموكوس بسدد بيه قرض الموكوس بس، ويطلع لي شويه ايه، شويه براغيث كده صغيره بيسموها ايه، براغيث. كان في حته سقطت مني عايزه اقولها لكم يا بنات. بما انك يا اختي بدك تعملي تطوع وعمل خيري، هو انت ساعدت اختك منى الغلبانه اللي قاعده بالايجار؟ طب ولا سماح اللي قاعده بالايجار برضو؟ وزي ما انت قلتي هي مطلقه وعايشه عشان خاطر ولادها مع جوزها. طيب البراغيث اللي انت ذكرتيها دي هي اللي جنب الامل اللي انت كنت مطلعاه من فتره برضو؟ يا وليه اطلعي بقى ورحمي نفسك من الكذب، محدش هيساعدك. والله لو كل واحده في اوروبا بس روزا عندها اولاد، روزا عندها اولاد حرام، بتودي المدرسه وبتجيب من المدرسه وكده. انا ما عنديش حد. انا كنت هقول لو كل واحده متغربه تعمل زي تشتغل عمل تطوعي، والله العظيم مش هتحس بالوحده خالص. يعني الوحده مش هيكون ليها اي مكان. تلبس المتابعين بتوعها الطاقيه. ايوه والله زي ما بقول لكم كده، هي بتلبسهم الطاقيه. طب ليه؟ طب ما انا هقول لكم اهو، انا جايه لكم في السكه، بس استنوا عليا شويه. هي لما اتطلقت من رضا مش لها 4 سنين قاعده؟ وسالتها واحده وهي تعبانه بتقول لها هتروحي تعملي عمل تطوعي، قالت لها هو انا قادره؟ ده انا بموت وعندي التهابات في الرئه. صح ولا يا بنات؟ وطبعا دي عقوبه زي ما قلت لكم، بس هي حابه تلبسهم الطاقيه. بس يوم واحد مش كافي، يوم واحد في الاسبوع مش كافي. بس انا قلت كفايه يوم واحد عشان اشتغل كمان على قنواتي، ما اسيبش قنواتي كده كمان. فاهمين ازاي؟ اشتغل على قنواتي شويه. جبت الويلي فراخ في الشنطه دي يمكن، بس فراخ مستويه جاهزه. هتقولي يا ام يوسف وانت عدت المقطع يا ام يوسف بتاع الفراخ وولي؟ لا والله يا عظيم يا بنات، ده هي مش لاقيه كلام تقول. حتى قالت لكم دلوقتي نوع الفراخ ايه، جايباه من وبصت ورا وقالت لكم جبت الولي فراخ مستويه جاهزه، بس ما قالتش فراخ مش حلال. اللي في الاول قالت عليها مش حلال، دلوقتي قالت لكم مستويه جاهزه. تعالوا نكمل المقطع. وشنا ورمسيس فطرتهم قبل ما امشي، ولو اني ماشيه بدري بس فطرتهم. تلاقي دلوقتي انا حاطط لهم كروكيت، بس هم بيحبوا الباتيه. يعني تلاقيهم دلوقتي هم بيقولوا راحت فين الست دي راحت فين الوليه دي. اول ما ارجع على البيت على طول احط لهم اكل. هنا يا حبايبي بقول لكم مع الف سلامه، وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك ومفعل زر الجرس، وقولوا لي رايكم في الفيديو ده. لو عاوزين اعمل فيديوهات زي كده ان انا اعلق على كل مقطع وافكركم من باب ذكركم ونكد عليها قولوا لي. لو عايزين اجيب مقاطع برضو قولوا لي. يلا سلام.